الدخول المدرسي في 10 سبتمبر ما بقاش الدخول المدرسي وما بقاش للباك. ما انا مش راح نخوف فيك ونقول لك بلي ما عندكش وقت وكذا، لا عندك الوقت الكافي والوافي. انا ما يهمنيش بديت تقرا في الصيف ولا ما بديتش تقرا في الصيف، ما يهمنيش يا اخي. انا كوجهه نظر تاعي تقرا مكتسبات القبليه تاعك في الصيف. ما يهمنيش فيك ما قراش مكتسبات القبليه، اللي يهمني فيك انه الدخول المدرسي كي يجي تنطلق الصافره تاعك وتنطلق الرحله تاعك بدون توقف. وكذلك يهمني حاجه اخرى، انك منظر تقتنع بفكره اني راح ندي الباك بمعدل مليح وراح نفرح والديه ونهز راس والديه. ما يهمنيش فيك ديت 11 12 13 من السنوات السابقه في الليسي في السيام ولا ديت 14، ما يهمنيش. يهمني باللي السنه ورقه بيضاء، الباك ورقه بيضاء، فرصه جديده ليك انك تدي معدل عالي تفرح به والديك وتفرح به روحك يتخيل تخصص جامعي براحتك. تخيل تخصص جامعي ما تقولش اسكو يقبلوني اسكو لا تخيل تخصص جامعي وعبالك بلي راح تقبل. اقتنع بها الفكره هذه. ما قلت لك والله ما على بالي بك تقرا مكتسبات قبليه ولا ما تقراش، تقرا في اوت ولا ما تقراش، ما يهمنيش اخر همي، وانما همي انك تحطها في بالك الفكره هذه وتؤمن بها ايمان شديد، وتبدا توجد المصادر تاعك وتبدا توجد المكتب تاعك وتبدا تريك امورك وتبدا تصلي وتبدا توجد روحك نفسيا ومعنويا للباك. ما قلتلكش اقرا في الصيف يا اخي، مش قادر ما تقراش في الصيف اخوي. مي حاجه واحده، اؤمن تماما انك لازم تفرح والديك ولازم تفرح روحك قبل كل شيء. هيا تهلا صح.